احنا من نقول فوارق فنيه، اكو فوارق فنيه بين هؤلاء اللاعبين اللي مثلوا منتخبنا الاولمبي وبين لاعبي المنتخب الاولمبي المغربي. لو غير هؤلاء اللاعبين اللي كانوا متواجدين خلال هذه الاولمبيات كان الكلام لا، كان اختلف. قد يكون قدمنا اداء، كان غلبنا، يمكن تعادلنا ويا الارجنتين، كان غلبنا المغرب. على العموم صار الموضوع خسرنا اليوم ب3 مع اداء هزيل جدا، ومع انا اقولها مع الرأفه، لانهم الشوط الاول خلصوا الموضوع المنتخب المغربي وقعدوا. صاروا يعني هاي كم هجمه صارت عندهم همين حتى بالشوط الثاني، خلف الله على علي جاسم وايمن حسين، حفظوا ما وجه ما تبقى من الكره العراقيه وما تبقى من هذا المنتخب، من المنتخب الاولمبي. انا اللي راح اقوله اليوم من نحكي ونقول انه قبل يمكن اليوم اكو فيديو هاني حاكيه في اعلان تشكيله القائمه اللي راح تمثلنا في الاولمبياد، فوجهت في وقتها للسيد راضي شنيشي المحترم ابو محمد العزيز، قلت له كابتن خياراتك منو مناقشك عليها وشون استدعيت؟ راح اذكر اليوم بالاسماء. رضا فاضل عنده 3 أهداف بالدوري، شلون تستدعيه؟ كرار محمد ما يلعب بالطلبه، لعبه يلعب 3 لعبات قاعد ومو مستوى وما يستحق انه يكون بالمنتخب الاولمبي. هاي مو انا اقول. هسه اذا يجي واحد يقول لك انت فني، لا انا مو فني، بس احنا يوميا نلتقي ويا مدربين ويا لاعبين دوليين سابقين ذولا ما يفتهمون. انا اريد اعرف. هسه يطلع لي 1 2 خارج السرب يغردون، هاي انا ما لي علاقه بيهم ذولا. من تجي تقول له كابتن نهاد محمد مو مال منتخب اولمبي، ما قاعد يقدم شيء ويا الطلبه، ما قاعد يقدم ويا المنتخب الاولمبي، ما عنده انتاجيه، 0 أهداف. من اجينا قلنا لك كابتن حسين الاوندي مصاب وراجع من اصابه، شلون تستدعيه؟ من جاي اقول لك زي التحسين مو بوضعه، شلون تستدعيه؟ بايش مو بوضعه ويا الجويه، شلون تستدعيه؟ هاي كلها صارت خلال او قبل لا ندخل في الاولمبياد، وحكيت بوقتها. زين، بس اللي تفاجأت اليوم بيه ما اعرف. انا دائما مرات يقولون احنا اكو فوارق فنيه بيننا وبين المغربيه، اكو مو احنا كمنتخبات عراقيه اكو فوارق فنيه، لا اكو على نوعيه اللاعبين. اليوم اللي يمثلوا المنتخب بهاي باولمبياد باريس غلبنا اول لعبه وعساها ما غلبنا، انقلبت علينا 3 يعني اليوم لو مع الرأفة ورحموا علينا المغرب كان 5 اليوم، كان 5. يعني اريد اعرف. زين، اجينا قلنا يابا كنوش صار له اكثر من فتره منتظر محمد مع المنتخب، كابتن ليش متمسك بيه؟ لا لاعب. اموري فيصل ليش ما تسحبه؟ امير العماري ليش ما سحبته؟ منتظر الماجد ليش ما سحبته؟ دانييلو سعيد ليش ما سحبته؟ سعد عبد الامير ليش ما خليته؟ سعد ناطق مصاب ليش جبته؟ خسرنا لاعبين فوق السن القانوني، لا هو مغايش بمستوى لا ويا الجويه ولا ويا الاولمبي، وسعد ناطق الولد مصاب. خلف الله على ايمن حسين، ومن قلت ايمن العراق بشاربك عمي، والنعم عمي، رجال وزلمه ومعدل انت وعلي جاسم. منتظر عبد الامير ما يلعب بالزوراء، لقيته بالمنتخب الاولمبي. كرار محمد ما يلعب بالطلبه، لقيته بالمنتخب الاولمبي. هني هاد ما يلعب ويا الطلبه ومستواه مو زين، لقيناه بالمنتخب الاولمبي. منو بعد؟ رضا فاضل 3 أهداف عنده، لقيته بالمنتخب الاولمبي. ما بلا قاعد اوكي، يعني هسه ما اريد ادافع على اي لاعب كان موجود او ما. عبد الرزاق قاسم مو موجود، حيدر عبد الكريم مو موجود بالزوراء، قوقيه مو موجود، محمد قاسم مو موجود، لاعبين كاظم رعد مو موجود بالدفاع، علي الموسوي ليش ما اخذته؟ مو كان وياك بالتصفيات وبالبطوله؟ يعني انا اقول لكم اياها بصراحه، انا بس شوط واحد شفت، شوط واحد. الشوط الثاني يمكن اخر 10 دقائق، اخر 5 دقائق او 10 دقائق شفته، بس هاي شفت هاي الهجمتين مال علي جاسم، يلزم الكره خطيه ويركض ويركض ويركض
زين انا اليوم انا كرار سعد هو ما يلعب واني بالمنتخب الاولمبي، انا قاعد اقول لكم الاسماء، هاي اقول لكم الاسماء انا بعد، وقلت لا حد لا يخابر ولا يقول عندك شجاعه تعالوا اطلع اي لاعب يذكر، لا قول دافع عن نفسك. ونصيحتي لكل اللاعبين من كنوش، من كرار محمد، من نهاد محمد، من كرار سعد، بعد منو عندنا، منو من رضا فاضل، من حسين لاوندي، زي التحسين، هاي 7. عمي خل اقول لكم نصيحه من اخوكم الكبير، انا اكبر من عندكم بالعمر. ليش تخلونا مثلا نحكي عليكم والجمهور يحكي عليكم وتقولون كلها قاعد تحكي علينا تحكي منا وهيج، تجيكم دعوه لا تقبلون. عمي انتم مو مال المنتخب، انتم مو مال المنتخب، اكو لاعبين احسن منكم، روح طور مستواك. انا هنا وبهذا الاستوديو انتقدت محمد قاسم، كان كابتن ابراهيم سالم وياي، انتقدته كان متجويه لا يلعب كان ولا مستوى زين ويتذمر ويتبدل دقيقه 89 يطلع يتذمر، لا الا يلعب 90 دقيقه. شوف محمد قاسم ويا النجف ايش سوى، رجع لمستواه، رجع كذا. من جاي ننتقدكم انتم جاي تمثلون العراق، يعني تعرفون شنو جاي تمثلون انتم منتخب؟ انتم تعرفون شنو جاي تمثلون منتخب لو لا؟ على البارحه الخطبه اللي خطبتها زين، قالوا خاطبها هسه بناس كان راح يحرروا فلسطين. زين اليوم قاعد العالم، انا باوع على العالم قاعدين زين نباوع عليكم، لا اداء، لا نتيجه، لا باس صحيح، لا استلام صحيح، لا دربل، لا واحد ضد واحد. هاي واحد ضد واحد منتهيه عندنا، منتهيه. بس ترجع وين؟ خلينا نرجع للبدايه. من يتحمل؟ اتحاد الكره. ليش؟ هو اللي تعاقد ويا الكابتن راضي شنيشل. كابتن راضي شنيشل همينه يتحمل. ليش؟ هو جاب هؤلاء اللاعبين. والاتحاد يتحمل 90% همينه. ليش؟ ما عنده لجنه قعدت. تعال كابتن راضي مع احترامي لك، رضا فاضل شنو جايبه؟ 3 أهداف عنده بالدوري، مرات ما يلعب. حسين لاوندي مصاب، صار له 3 اشهر 4 وضربه عنده بالراس، والولد احنا الولد نريد صحته وسلامته. ليش ساحبه؟ منتظر عبد الامير، ما شنو ساحب لي اياه انت وهو بالزوراء احتياط؟ هاي اللاعبين اللي عندنا، المدافعين اللي عندنا هسه، كان جبنا واحد، جبنا امير، جبنا عمي ريبين، خلينا يالي ورا، كان على الاقل عمي يسوي لنا اياه هسه، خلي على الاقل كان حفظه وما وجهنا. زين رومان دولاتشي هذاك موجود، منتظر ادم طالب، منتظر الماجد، دانييلو، امير العماري، سعد عبد الامير، سعد عليه فيتو. هي اقول لكم اياها، سعد عبد الامير عليه فيتو، كاساس اكثر من مناسبه يريد يسحبه وما يقبلون، اتحاد الكره اكو فيتو على سعد عبد الامير. خل احكيها بعد، اكو فيتو ما ينسحب. ليش؟ ليه؟ سعد ما يقبل بالعوجه، ما يقبل تدخلات خارج الجهاز التدريبي، كابتن منتخب ما يقبل. بسام شاكر هذا مو موجود. بسام امجد عطوان، اني خلي لكم شغله، سالت امجد عطوان قلت له عمي تعال انت ليش مو بالاولمبي؟ ليش اسوي لي وطني اوقف اللي ويا الاولمبي؟ قال عمي لا اكو شيء علي ولا اكو هاي هم طلعوا لي هاي انه مشكله اداريه اكو بجوازه، والرجل داز محامين 2 للاتحاد الاسيوي وسالين قال لي له كل شيء ماكو، وانا اتحدى الاتحاد العراقي خلي يطلع لي قرار بانه